بمجرد عبور جماعة أوريكا على بعد 30 دقيقة من مراكش، يدخل الزائر في انغماس حقيقي بين أحضان الطبيعة الخلابة. فعلى المسار المتعرج بين الجبال والوديان يتتابع صف من السيارات بسلاسة في اتجاه موقع ستي فاطمة، وفي الطريق يصادف الزوار ساكنة محلية استعادت بعضا من بشاشتها المفقودة بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة، والمعروفة بكرم ضيافتها واندماجها الاجتماعي. كما يجد الزوار أنفسهم وسط جو معتدل بين النباتات العطرية للمنطقة، في مشهد يبعث على الارتياح والإعجاب بسحر ورونق المناظر الطبيعية وكرم الساكن المحلية. أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب. خلال هذه الفترة المتسمة بارتفاع درجات الحرارة في مدينة مراكش، لا تتردد الساكن والزوار في زيارة أوريكا والمناطق المحيطة بها خلال نهاية الأسبوع قصد الاستجمام وممارسة سلسلة من الأنشطة من قبيل التنزه بين أحضان الطبيعة أو السباحة أو الجلوس بمحاذاة وادي أوريكا. ويتميز هذا الوادي بسحر الطبيعة، يمكن الزوار من الاستفادة من خدمات المطاعم التقليدية الصغيرة في الهواء الطلق، وفرصة لتذوق وصفات أطباق لذيذة من المأكولات المحلية المعدة من المنتجات المحلية، حيث طعم الأكل يحلو أكثر في الطبيعة، أو ببساطة تناول كوب من الشاي بالنعناع.